يلا سمينا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ومرسلينه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعلق النهارده تعليقا على اللي احنا توقعناه الأسبوع اللي فات، وقلت لكم إن شاء الله يبقى في شخللة غبية في السوق. وطبعا كلامي دايما بفضل الله معاكم، وانتوا حبايبي الغاليين، ودي قناتكم وانا اخوكم. طبعا اللهم لك الحمد ولك الشكر، تحققت نظرتنا في الشخلله الغبيه اللي حصلت، ولسه بقى ربنا يسهل ما نكسرش ال 55,000. المهم طبعا زي ما عودتكم معايا، تعالوا نسترجع مع بعض الايه اللي تم ذكره في الاسبوع اللي فات، ونطبقه مع اللي حصل لغايه جلسه النهارده يوم الثلاث 18 أغسطس 2026. يلا بينا كده نستجمع مع بعض ونشوف ونقول إيه اللي حصل وإيه اللي تم، ونقارنه بإيه وضع السوق حاليا، عشان تعرفوا إن أخوكم بفضل الله، بفضل الله وحده لا شريك له علينا، يعني إن إحنا بنقول الكلام وصادقين فيه. ودايما أنتم متعودين مني على الصدق بفضل الله، واللي بيحصل في السوق قبل ما بيحصل بقوله لكم بالحرف بفضل الله. تمام. أنا لما بيبقى ليا ظهور بطلع لازم، وفي وقت الازمات لازم تلاقوني جنبكم. ما فيش حاجه اسمها ان انا مثلا الاقي السوق بيتغابى وبينزل وبتبقى الناس في حاله بانيك وحاله هلع، وانا ما ينفعش ما اطلعش، لازم اطلع، لازم اطلع. عشان كده انا بحبكم في الله وبطلع لكم، وانا معاكم ان شاء الله النهارده اهوت، وحلقه ان شاء الله تكون ايه مميزه، واديكم معلومه كويسه عشان الناس كل تعرف ايه الشغل ماشي ازاي في السوق دلوقتي. تمام. يلا نسترجع مع بعض. الدقيقة كانت 7 دقايق و54 ثانية. تعال نشوف أنا قلت إيه ونطبقه بالسوق بإذن الله. علم دنيوي، علم جاي من خبرة، هيعمل نفس الشمعة دي كده. هنتفرج دلوقتي على الشمعة اللي أنا ذكرتها في الأسبوع اللي فات، اللي هي موجودة على الشرط دلوقتي، اللي هي نفس الشمعة اللي اتحققت بالظبط في الأسبوع ده. ودي تبقى زرقاء. تمام. ويدينا شمعة عاملة كده. تمام. دي تبقى زرقاء. اعتبروا ان انا جاي لكم من المستقبل، يعني المستقبل الاسبوع الجاي. تمام. تمام. قلت لكم اعتبروا ان انا جاي من المستقبل الاسبوع الجاي اللي احنا فيه ان شاء الله. نفس الشمعة اهيت بتاعت 2000 بتاعت 16/8 اهيت اللي انا كنت راسمها لكم بايدي. تمام بالظبط كده حصل نفس الشمعة اللي انا ذكرتها، ولسه الاسبوع لم يغلق، لسه الاسبوع لم يغلق، لسه الاسبوع لم يغلق. فنرجع ونذكر ونقول السوق دلوقتي صعب على الافراد، السوق دلوقتي صعب جدا على الافراد. لا ما تقدرش تتهكم او تتكهن بالسهم اللي بيجري او السهم اللي بيطلع. ايا كان اللي انت عايز تشتغل معاه، ايا كان مين، الكلام على الكل. اختار حد عنده علم حقيقي وحد ينقذك وقت الازمات. السوق دلوقتي في حالة من حالات التلاعب النفسي والتلاعب يعني التلاعب بعقليات القطيع، اللي هي العقليات اللي موجودة في السوق. فخلي بالنا، احنا قلت لكم انا في فولينج ويدج نيجاتيف عندنا هنا، صعود في يعني شكل اسمه شكل الويدج، او شكل بيقولوا عليه شكل يعني الزمارة العكسية، يعني الويدج اللي هو الزمارة العكسية. تمام. فالشكل الوتد الصاعد النيجاتيف ده للأسف يعني ممكن يكون في تصحيح غبي، يعني ممكن يكون في تصحيح غبي. فانت خلي بالك، يعني انت الشغل دلوقتي لازم تكون فاهم انت بتشتغل في ايه وتدخل في ايه، ويكون حد معاك مساعد، ايا كان الحد اللي انت تختاره واللي يسرح لك قلبه ليه. تمام. ايا كان، يعني الكلام على جميع المحللين اللي عندهم علم حقيقي. اوعى تختار واحد هجاص ما عندوش علم وتروح وتسلمه رقبتك يوديك في 60 داهية. اوعى تختار حد ما بيخافش فيك ربنا. فانت تختار حد انت تثق فيه بنفسك. كلام مش بس عليا، على كل حد عنده علم حقيقي في السوق. تمام. فحاليا احنا دلوقتي عند ال 55,000. 62 نقطة دي لا تكسر. لو تم كسر 55,000
يعني للأسف بكرة ولا حاجة ممكن ساعتها نرى نزول مش حلو، هنرى نزول مش حلو. فطبعا تخلي بالك جامد جدا جدا. انا قلت لكم الاسبوع دوت هو فعلا اسبوع هيكون رخم، وانا حذرت الكلام ده يوم من 3 ايام بالظبط، يوم الجمعه اللي فاتت لما قلت لكم، عملت لكم فيديو طلع وحش وعملت فيديو بالليل. فطبعا الوضع يعني مش حلو. انا كلامي صادق جدا بيني وبينكم ربنا، انا لا اخاف الا الله وما بحبش الا الخير للناس. ده اللي ربنا اداهوني وده اللي انا بكلمكم بيه دايما. قلت لكم احنا على يعني في نيجاتيف دايفرجن او في انحراف سلبي على القمم باين جدا جدا من اخر قمه تم تحقيقها يوم 17/8 امبارح، وقلت هيحصل انعكاس للموجه، وبالفعل حصل انعكاس. دلوقتي احنا بعد كسر ال 55,414 ممكن نطلع نخترق عليها. اذا اخترقناها نكمل على الضعف الى مستويات اللي انا ذكرتها اللي هي 57,000، ولكن انا لا اعتقد انه ممكن يجيبها، وحتى لو جابها تبقوا انتوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. يعني انا بديكم الايجابيه ذات النطاق يعني النسبه السلبيه، يعني نسبه لا تتعدى ال 9% او 8%، من نسبه 92% ان السوق هينزل. يعني 98% ممكن السوق يكسر الويدج ده، يكسر البوك ده او اسمه شكل البوك السلبي او الزماره السلبيه بالبلدي كده، وينزل. يعني بق الزمار اهو، ادي الدايره بتاع بق الزمار وطالعه فوق. يعني اللي بينفخ من فوق، يعني اللي ينفخ من هنا، تمام. وده بق الزمار، ده اسمه البوك السلبي، فورميشن اوف الايه النيجاتيف، ايه النيجاتيف اللي هو شكل البوك السلبي او النيجاتيف لونج ويدج، النيجاتيف لونج ويدج. فده للاسف يعني له اهداف سلبيه لاسفل. نخلي بالنا للشغل دلوقتي. ما قلت واعيد واكرر، ما ينفعش الافراد لازم تكون الا بقى اذا كنت عندك خبره او اذا كنت تتحمل فكره النزول السوق بيك وما عندكش مشكله في الوقت، فدي حاجه ترجع لك انت. لكن يعني الشغل دلوقتي في السوق بحذر شديد وبعلم قوي جدا ودقيق جدا. اللي انا اديتكم علم السوق اللي المؤشر كل الاسهم بتمشي السوق عليه، السوق كله بيمشي عليه. فلما اديكم علم السوق ويمشي بالحرف زي ما انا قلت، اعرفوا ان اخوكم بفضل الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، هذا فضل الله علينا ولا نملك لنفسنا لا ضرا ولا نفعا، هذا فضل الله وحده ياتيه من يشاء بغير حساب. الشغلانه دي بالنسبه لنا زي ما قلت لكم حاجه ماشيه في الدم، مش بس مجرد شغلانه او لقمه عيش. ف ف ف ف فهي الفكره في كده. فانت تخلي بالك لو اختبرنا ال 55,470 او 469 وما عرفناش نخترقها هننزل لاسفل بغباء، وساعتها الاسهم اللي جابت قمم هتتغابى وهتنزل. فانت لازم تبقى فاهم انت وضعك ايه من اعراب في سهمك، كل سهم له وضعه من الاعراب في السوق. فهي دي الفكره، من انك تشتغل مع حد عنده علم قوي وتأتمن عليه فلوسك، عشان الموجه اللي جايه او الموجه اللي احنا داخلين فيها، احنا داخلين على ايام ممكن تكون ايام صعبه. موضوع ايران وموضوع يعني الحرب وبتاع ومصر واثيوبيا، ممكن يحصل اي لعب في السوق واي اعلان في السوق سلبي ان مصر ممكن تعمل حاجه مع اثيوبيا او مصر تعمل حاجه مع او ايا كان، الله اعلم بالغيب. لكن الحرب شغاله، ايران ما سكتتش ولا ترامب هيسكت، اللهبل ابن المجنونه وتمام. فاللعب لسه موجود، اللعب لسه موجود في السوق. نخلي بالنا جدا، لان الاغلاق بتاع الشهر 8 مهم جدا جدا، هيعتمد عليه حاجات كتيره جدا جدا فين في الشهور القادمه. طبعا احنا على النطاق الربعي لسه الشمعة لا ما تقدرش انت تحدد مسارها، لان انت عندك 7 و8 و9، فلسه فاضل شهر 9 ما تقدرش تحدد مسارها، لكن تقدر تحددها على الفريمات الاقل والاقل. عندنا الاسبوع اهوت يعتبر شمعة مش كويسة. طبعا الدعم اللي جاي 55,000 مهم جدا الاستناد الدعم عند المنطقة ديت.
ولو اتغبينا وخدنا كمان اسبوع هننزل الى مناطق ال 54190 نقطة. فتخلي بالنا من اللعب ده، وتخلي بالك من وضعك في الاعراب في السوق. وضع الاعراب بتاعك في السوق طبعا مهم جدا، الحذر واخذ الحيطة، واين موقعك في الاعراب بالسوق، عشان لا قدر الله لو حصل في الامور امور والضرب كان جامد هتتعور، ويعني ممكن تتزنق في اسهم. الله اعلم انت ايه موقعك من الاعراب فيها، كمياتك كام، سعرك كام، دي حاجه ترجع لك انت. فده انا اتكلمت فيه وقلته بالحرف بفضل الله الاسبوع اللي فات، وكلامي صادق بما يرضي الله على الشرط زي ما انتم شايفين بفضل الله. فوقت النزول دايما لازم تلاقينه جنبكم، ما ينفعش اغيب، ما ينفعش اغيب. انا بعد يعني بعد الجلسه قلت لا لازم اعمل فيديو، عشان ايه الناس يعني ايه ما تبقاش عندها رهبه الايه الخوف وكده. فانا طلعت لكم محبه فيكم، محبه في الله، في الناس اللي بحبها وبتحبني. الكلام على الاسبوع، على اسبوع السبعيني لسه لم ياتي اي جديد. الاسبوع السبعيني لسه ما يعني ماشي يعتبر في اتجاه عرضي، لا عايز يعني الحمد لله ان شاء الله ما يكسرش. ماشي في اتجاه عرضي 21467 نقطة لا تكسر، أو 21468 لا تكسر. لو تم كسرها هنشوف يعني لعب جامد في السبعيني، لكن إن شاء الله ما يتمش كسرها. ولكن أنا شايف إن ممكن يبقى في نزول على السبعيني لو الشمعة ما اخترقتش الهاي بتاع الأسبوع اللي جاي، فممكن للأسف ممكن ننزل برضو في السبعيني ل 20275. المكسب في السوق مش سهل، حتى المضاربات مكسبها صعب شوية، ما عادش فيه مضاربات سهلة. تمام. إلا بقى لو ربنا سبحانه وتعالى كرمك يعني دخلت وطلع على طول، دي حاجة من عند ربنا. لكن المكسب في السوق صعب جدا جدا. الشغل يعتبر لازم تشتغل استراتيجية استثمارية مع استراتيجية مضاربية. يعني أفضل حاجة إن أنت تشتغل الاستثمار أكتر، ويعني مفيش افضل من سهم جالاكسو اللي انا يعني لو كنا فيه كنا زماننا عملنا عدينا. يعني كنت انا جبت اللاند كروزر من نص مليون، كان زمانهم بقى 8 9 مليون. فنص مليون، مش بكلمكم على مبلغ كبير. فربنا يرزق الناس بالاسهم اللي معايا، وربنا يرزقني معاهم خير. وخلاص انا اتعلمت ان انا يعني السوق ده ما ينفعلوش الاكل الخفيف، وان كان بينفع ناس طيبه كتير وغلابه وفلوسها قليله، لكن اللي عايز يعملهم بجد عليه بالصبر والجلوس في سهم له علم، يعني علمه قوي جدا. انا اتكلم على علم الفوليوم اللي انا بفضل الله متخصص فيه. وطبعا شغلك بيكون دبل تريبل على حسب انت ايه قلبك وايه وصبرك، لان خلاص احنا اتعلمنا ان في هوامير وسخه بتبقى حاطه مناطق فجوات، عشان متخيله بقى ان مثلا المحللين او الناس النولج بتاعتها، فيقول لك ده ممكن يفكر ان انا هنزل اختبر، فما ينزلش ويجري بالسهم من غير ما ينزل حتى يختبر مناطق مهمه جدا كان لازم يختبرها. الكلام ده كله بقى طبعا very advanced، يعني متطور جدا 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 في العلم يعني، لكن متطور جدا في الخبره حتى العمليه في السوق. فلما باجي اديكوا خبره بديكوا خبره عمليه من سنين خبره في السوق. انا مش بديكوا يعني انا مش بديكوا كلام مدروس في كتب، انا بديكوا كلام انا مارسته في سنين في السوق. فاديتكم نمط الشمعة من قبل ما تحصل من خبرتي وعشقي للعلم، علم الاسهم يعني. فسبحان الله، يعني انت زي ما انت مثلا بتعلم بتحلم حد واخد زي مثلا انت دخلته الكونسرفاتوار مثلا في علم الموسيقى ومش عارفه ايه، او ابنك الصغير عمال تدربه في نوادي وهو صغير في الكوره، املا انه يطلع لعيب كوره ويطلع واحد موهوب بالفطره بالكوره فيغلب اي حد اتعلم او اي حد اتعلم. سبحان الله. فالعلم فهي فضل الله اولا واخيرا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل اعوذ بالله في وش نفسي. فهو فضل الله اولا واخيرا، لا نعتد الفضل الا كل وحده لله. فضل وحده كله لله، لا نملك نفسا لا ضرا ولا نفعا، كما قال افضل الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه اجمعين. تمام. فادي تعليق بسيط على الجلسه عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، عشان لو تم كسر 55,000 هنخش في دايلما مش حلوه، ولو تم كسر الويدج ده بالذات هنخش في دايلما مش حلوه خالص. هيبقى التصحيح عميق
وأنا بتكلم عن تصحيح عميق. تصحيح عميق يعني زي التصحيح ده كده لما كنا في فترة 12 2024 لما نزلنا النزلة دي، وبعدين قعدنا عبال ما طلعنا تاني. يعني احنا نزلنا في كام؟ النزلة كانت في 1/4/2024، عبال ما اخترقنا كان 8/2025. احنا قعدنا في الفترة ديت يعتبر سنة وأربع شهور. فأنا مش بقول يعني مش قصدي برضو أعمل حالة بانيك، بس أنت تاخد بالك أنت وضعك إيه في الإعراب في سهمك. لازم تكون شغال مع حد أنت تختاره بنفسك يكون عنده علم. الكلام على كل المحللين اللي عندهم علم بجد وصادقين في علمهم ودقيقين جدا في اختياراتهم في الأسهم اللي تقدر تشتغل فيها في الوقت الحالي، وإلا أنت هتزعل ومحفظتك هتزعل وكل حاجة فيك هتزعل. اديني قلت اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. حبي لكم في الله، كل الناس اللي بتحبني، بس عايز اوجه لها كلمه. انا عمري والله العظيم ولا يعني اتخيل لحظه ان انا اقدر اقول كلمه من قلبي من غير الرجوع للناس اللي انا بحبها وبتحبني. كل الاحترام والتقدير بجد بجد من قلبي، من خالص قلبي، لكل الناس اللي علقت لي تعليق او عملت لايك على هذا المجهود المتواضع مني محبة لله فيكم. أستاذ محمد هنيدي جزاك الله كل خير، على راسي يا راجل محترم. أستاذ أحمد يوسف فوق راسي مع محبتك الغالية. طبعا أستاذ حسام الدين ربنا يحفظك يا رب وتسلم على كل خير يا رب، وكل تعليق جميل من كل واحد محترم الله لا يحرمني منه، وبدعيها من قلبي الله لا يحرمني منه. أستاذ مجدي فوق راسي وحبيبي الغالي ما تحرمش منك. أستاذ أحمد فؤاد فوق راسي، ربنا يزيدي ويزيدنا كل خير يا رب، ويزيدك ويزيدني علما وخيرا. أستاذ قايد أحبك الله، أنا بحبك في الله لأن الراجل ده محترم جدا والله العظيم محترم، ربنا يحفظك. أستاذ محمود الجندي فوق راسي محبتك الغالية. أستاذ محمد السداوي كينج التعليقات ورقم واحد عندي في التعليقات، ما نتحرمش منك يا راجل طيب. وأتمنى من الله إن أنت لو احتجت أي خدمة هتلاقيني رقمي على الواتساب، أنا تحت أمرك في أي خدمة تؤمر بيها في الأسهم. أنا والله العظيم أخدمك بعناية وإن كنت معرفكش، لكن والله في خدمتك في أي وقت أنت تحتاجني فيه. ما تحرمش منك أخي الغالي الكريم. أستاذ هيما إبراهيم المحترم الغالي، ربنا يرزقك معايا كل خير يا رب. أستاذة هنا جزاك الله كل خير واحترامك وفوق راسي والله، يعني حضورك الكريم اللي دايما ده منور التعليقات، ما نتحرمش منك أختي الغالية. أستاذ طارق فؤاد جزانا الله وإياكم كل خير حبيبي الغالي. أستاذ حازم ما نتحرمش منك أخي الكريم الفاضل. أستاذ وائل تسلم وتعيش أنت كمان يا حبيب قلبي الغالي. ريلاكسنج نيوز عاوزين سهم حلو إن شاء الله عن قريب بإذن الله هيكون في سهم على القناة كويس، بس بعد ما الناس زي ما قلت لكم ربنا يرزقهم معايا الخير كله، وإن شاء الله يعني أوريكم محافظ متدبلة مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله. بلتم من الأسهم الغير شرعية فما يلزمش إنك تسأل عليه. أستاذ محمد أيوه. عبد القادر وبريم مهمسك سهم معفن، فالاثنين زبالة يعني. بريم ميرسي خسران سهم اصلا معفن ما ينفعش تتكلم فيه. سهم الخسران ماليا والضعيف للدرجه ديت فكك منه افضل حل. استاذ مجدي حبيبي خسران كتير ومش لاقي حل، خلاص انا قلت لك كلمني، انا يعني هعمل لك ايه من رقم تحت الفيديو، عايز تكلمني كلمني وان شاء الله اشوف الدنيا معاك ايه واقول لك الصح فين. ما نتحرمش منكم اخواتي الغاليين، كل المحبه والتقدير ليكم. هذه على عجاله يعني تعليق مختصر مفيد جدا جدا لكي تعرف، لكي يعرف كل متداول أين موقعه في الإعراب من أسهمه، وكي يعلم إيه اللي هيحصل في السوق. أنا اديتك احتمالين، 92% ممكن السوق ينزل ويكسر، 8% ممكن يعملها ويكمل على الصعود إلى المستويات اللي أنا ذكرتها. ممكن أعلى مستويات يجيبها لو تم اختراق ال 56 أو ال 57,000 زي ما حددت لكم، 57,200 57,250 57,300. لو نزل وده للأسف الأقرب تمام، لو اختبر بكرة ومعرفش يخترق ال 55,500 يعني ممكن يوصل ل 55,400 يبدأ ينزل. كل ده مش هنقدر نحدده إلا بعد ما نشوف الدنيا ماشية ازاي، لكن أنا قلت لكم إحنا الموجة فيها ضعف، والضعف باين جدا على الفريمات القليلة، وكلمتكم الكلام ده الأسبوع اللي فات بالحرف الأسبوع بالحرف. كل المحبة والتقدير إليكم، دمتم رابحين وموفقين في رعاية الله وحفظه وأمانه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله في حلقة جاية لو لا قدر الله السوق وسخ وهتلاقوني معاكم، مش هسيبكم، دايما بتلاقوني في الأزمات تمام. وربنا يرزقنا ويرزقكم كل خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
شكرا على تعليق كل واحد أو لايك كل واحد تقديرا لمحبتكم الخالصة لي لكم في الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.